السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل جلاش باللحمة المفرومة وبالجبن المشكلة. عايزة اوريكي قد ايه هي مورقة وحلوة جدا وعادية جدا، ما بزودش فيها اي حاجة، اللي هي الجلاش اللي احنا طول عمرنا بنعمله. معايا هنا ورقة جلاش اللي هي نص كيلو، معايا لحمة مفرومة، فلفل رومي، زيتون مخلي، جبن مشكلة، ملح وفلفل اسود وبيضة، وكوباية لبن اللي هي المج العادي بتاعنا، معايا جبنة نستو، معايا طبعا السمنة البلدي او اي سمنة انتي بتحبي تشتغلي بيها. هفتح ورقة الجلاش وهقسمها لاتنين علشان هبتدي اعمل الصينية بتاعتي. اهم حاجة تحطي سمن ما بين الطبقات وهتطلع معاكي مورقة وحلوة جدا. دلوقتي قسمتها اتنين بالويم يعني بعينيكي، وهبتدي اجيب الصينية وادهنها الاول سمنة، واحط طبقتين وادهن سمنة، وهفضل كذلك لغاية لما اخلص الطبقة الاولانية. اهم حاجة ادهني سمنة كويس. وبعدين الطبقات انا بحط اول طبقتين، وبعد كده الطبقة التانية بحط خلف خلاف، يعني بفضل احط كده الناحية دي واعكس الناحية التانية علشان ابتدي الف بالصينية كلها، ما خليش الورق كله في اتجاه واحد، علشان في الاخر كله هبتدي انزله فوق وش اللحمة او الجبن. حطي اللي انت عايزاه براحتك خالص. انا هنا طبعا عندنا اذواق، في بيحبوا باللحمة وفي بيحبوا بالجبنة. شو ده اذواق، اللي انت بتحبيه حطيه واحشي بيه. اهم حاجه تحطي ما بين الطبقات السمنه كويس علشان تبقى مورقه معاكي ومقرمشه من تحت ومن فوق وبتبقى حلوه جدا. اهم حاجه برضو تسويها على نار متوسطه مش نار عاليه قوي. دلوقتي انا بحط السمنه والحشوات معايا موجوده، وهبتدي كمان احط على الاحرف اللي هي من فوق الوش دي كمان سمنه علشان تبقى طريه برضو معايا، ما تبقاش ناشفه. احطها فوق الحشو. دلوقتي حطيت اللحمه المفرومه، هفردها كويس جدا. وطبعا معايا مشكل جبن، حطي الجبن اللي بتحبيها. انا حاطه هنا بشر جبنه شيدر، موتزاريلا، جبنه رومي، جبنه نستو. ده الحشو اللي انا حطيته، حطي بقى انت اللي يعجبك. دلوقتي هنزل بالمشكل الجبن وافردها كويس في الصينيه. وكده خلاص الحشوه بتاعتي تمام، وانا كده اكتفيت بالحشوه بتاعتي ديت. بعد كده هبتدي انزل بالجبنه النستو كمان. وبعد كده عندي اتنين فلفل رومي، عايزه تحطي حامي براحتك خالص. انا ما بكترش في الفلفل برضو عشان مش بيحبوه قوي، مش كل برضو بيحبه، فكترت على الجبنه اكتر. وبعد كده واحدتين كده على اللحمه المفرومه. في بيحطوا فلفل حامي برضو، اذواق واللي انت عايزاه اعمليه. الحشو بتاعك قلتلك انت. وبعد كده نزلت بالزيتون المخلي عليه، وتبقى حشوتي كده تمام وانا مكتفيه بيها. الجناب دي هطلعها كده فوق الوش الحشوة، علشان طبعا ما هقدرش فيها ولا ارميها، حرام طبعا. فممكن بيقطعوها ويحطوها في نص الحشوة، لا انا كده برضو حطيتها في نص الحشوة. وهنزل عليها بالسمنة، دهنها كويس علشان برضو تبقى مورقة معايا وطرية. هنزل بقى بالجزء التاني من الجلاش، طبعا كنت مغطياه عشان ما ينشفش معايا، عشان يفضل معايا طري. وبرضو هحط ورقتين او ورقة على حسب ما تحطي. كده كده لما انزل بالتشريبة كله هيشرب من بعضه. هبتدي اخلص الطبقات معايا برضو اللي هو الجزء التاني. وطبعا مولعة الفرن على درجة حرارة 200، وهتبقى بتستوي على درجة حرارة متوسطة. وطبعا بتبتدي تحمر معايا من تحت. وبعد كده بولع لها الشواية، او لو عندك المروحة هي هتحمر نفسها بنفسها. دلوقتي خلاص الكمية خلصت معايا، وبدهن الدنيا كلها سمنة علشان تورق معايا. وهبتدي ادهن بالاحرف اللي هي نازلة منها ديت برضو، علشان هبتدي احطها من تحت الصينية، علشان طبعا مش هرميها طبعا. بحطها من تحت وعادي بتتقطع معاكي وبتشر وبتبقى حلوة جدا. طبعا ما بقطعهاش واحطها في نص الحشوة، نص الحشوة بتبقى مليانة معايا، لا انا كده بوازن الامور. بتبقى في نص الحشوة بقية الجلاش، وبيبقى من تحت كمان بقية الجلاش، والدنيا هنا بتتظبط معايا. ببتدي اظبط الصينية وبسويها كويس جدا. وطبعا دهنة سمن حلو جدا، لانك لو مش دهنة سمن الجلاش وانتي بتقطعيه هيعكسك طبعا. لا، الدهن السمنة هنا معايا اساسي. ليه؟ عشان وانا بقطع الصينيه تبقى الورق ما يروحش ويجي معايا لو نشف، فعشان كده بحط السمنه كويس جدا علشان ما تنشفش مني الوش وما اعرفش اقطع الجلاش. قطع التقطيعه اللي انت بتقطعيها. انا بقطع مثلثات، انت عايزه تقطعي مربعات زي ما انت عايزه. اهم حاجه كمان معايا التشريبه، كوبايه لبن عليها بيضة وملح وفلفل اسود، بتسقي بيها صينية الجلاش. ما تكتريش في اللبن عشان ما تعجنش منك، عشان تبقى احلى صينية بتاكليها. هنا كوباية اللبن دي انا حطاها في كوباية كبيرة شوية، ولكن هي المج العادي اللي احنا بنشرب في الشاي في كل بيت موجود.
فهي كوبايه لبن مش مليانه قوي، وهنزل عليها ببيضه، وطبعا شويه ملح وفلفل اسود. ما تكتريش الملح عشان الجلاش بيبقى فيه نسبه ملح بسيطه. بضرب البيضه الاول بره، عشان لو حطيتها الاول على اللبن تغلبني واقعد اقلب اللبن كتير، وبتبقى البيض لوحده وتحس الصفار لوحده. لا، اضربيه الاول كده احسن لوحده البضايه، وبعد كده حطيها على اللبن فهتتقلب معاكي بسرعه، ومش هيبقى فيه تكتلات من البيضه. كده نزلت بالبيضه على كوبايه اللبن، وهقلبها كويس جدا. هسقي بيها صينيه الجلاش بتاعتي. لا، انا ما بدخلهاش في الفرن 10 دقايق وبعد كده بسقيها، لا هي. وعلى فكره هتعلى معاكي برضو ومفيش اي مشكله. دلوقتي نزلت باللبن وهسيبه شويه منقوع في الصينيه على بال ما الفرن معايا يسخن. بيدي برضو نتيجه كده كويسه. وعادي دخلي صينيتك، ما بتاخدش اي حاجه. وهوريكي في الفرن ابتدت تعلى معايا هي زي ما انت شايفه، وهتبتدي تستوي معايا وتتحمر التحميره اللي انا عايزاها، علشان عندي مروحة في الفرن فبتساعدني في التسوية من تحت ومن فوق كمان. وخلصت معايا احلى صينية جلاش ومورقة كويس جدا. اللحمة طعمها جوسي، واللحمة من جوه مش ناشفة، وطرية وحلوة قوي. وكمان احلى حاجة في الجلاش لما يكون معاكي طري وناشف من تحت ومن فوق، وفي النص مورق وطري وحلو جدا. مش بحط بيكنج باودر، مش بحط زبادي. جربي طريقتنا العادية اللي احنا طول عمرنا بنعملها وهتنجح معاكي. هتاكلي احلى واسهل صينيه جلاش اتعملت. الزيتون ده على فكره يا جماعه بتاع السنه اللي فاتت ولسه لغايه دلوقتي جامد، واحلى زيتون انا باكله. اعملوا بطريقتي وهتعجبكم جدا. يا ريت لو اول مره يشوف القناه يدوس لايك وسبسكرايب، ويستنوني في فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.